اهلا وسهلا بحضراتكم. انا ما تخيلتش ان تكون محطه العاصمه هذا الجمال وهذه الروعه، تبارك الله، ما شاء الله، تحفه ايضا، هو معماريه رائعه جدا في قلب الحسيمه. هاي المحطه الطرقيه وهي الرايه المغربيه، وهي جمال الحسيمه الرائع جدا. المحطه من جوه والله يعني قمه الجمال والنظافه والهدوء. ما شاء الله. شفتوا كمان الجو هنا عامل ازاي في الحسيمه حوالين المحطه الطرقيه. نظافه كالعاده كمعظم المدن المغربيه، ما شاء الله، النظافه والجمال والهدوء. والمحطه نفسها كمان، المحطه من جوه شوفوا كده معايا، المحطه بديعه جدا ونظيفه جدا بصراحه، تبارك الله. جميله جدا جدا، تبارك الله. زي ما قلت لكم ما شاء الله، المغرب يعني بدا بيهتم كتير جدا بالبنيه التحتيه بتاعته، خاصه السكك الحديديه، وما شاء الله المحطات الطرقيه. وزي ما انتم شايفين كده، هو واحده من اجمل المحطات اللي شفتها هنا في المغرب، مش بس في مراكش ولا في مثلا في طنجه، ايضا هنا في الحسيمه محطه جميله جدا ونقيه وتبارك الله. والشعار دايما خالد الله وطن الملك. آه اذا بنقول بقى ايه مع هذه المأذنه وهذه الصومعه، نقول لكم يعني اهلا وسهلا بكم دايما. اذا كان بلادنا بهذا الجمال وبهذا الروعه، ما تنسوش شعاري، بلادنا اولى بالسياحه، بلادنا اولى بالاستثمار والحب والامن والامان. هنا الحسيمه مصنع الرجال، فاهلا وسهلا بكم.